الى النهائي طبعا يا جماعه، الاهلي معودنا على طول الى النهائي. طبعا الاهلي دايما يكتب اسمه في اي بطوله يخشها، اسمه في النهائي على طول. طبعا الجمهور الاهلي ما بيرضاش غير بالنهائي. فالف مبروك للنادي الاهلي طبعا الصعود للنهائي طبعا. دوري ابطال افريقيا هيلاعب الترجي، ماتش مش سهل، ماتش صعب جدا. طبعا في جمهور كتير حاسس ان هو بيقول ماتش سهل طبعا عشان الاهلي دايما حظه حلو على الترجي. لا، انا بقول لك الترجي السنه دي فريق قوي، مش زي السنه اللي فاتت. ده طبعا الاهلي كان، انتوا عارفين طبعا الفتره اللي فاتت كلها على طول في رادس بيكسب الترجي. انا بقول لك السنه دي لا، الترجي غير الترجي السنه اللي فاتت. فالترجي السنه دي قوي جدا، شايف دفاعه قوي جدا. فالاهلي لازم يركز كويس جدا عشان يقدر ياخد البطوله. فان شاء الله البطوله ان شاء الله اهلاويه ان شاء الله. طبعا انجاز ما بعده انجاز طبعا. للسنه الخامسه، الله اكبر، خمسه على التوالي الاهلي يوصل النهائي. طبعا عندنا اصابات يعني العين فرقه الحجر يعني، فالله اكبر طبعا. مش عايزين نحسد النادي الاهلي، كفايه اللي فيه يعني. فان شاء الله البطوله اهلاويه ان شاء الله. فالنهارده ان شاء الله طالع اتكلم معاكم طبعا على موعد المباراه. ان شاء الله الاهلي هيلعب اول ماتش يوم 18/5، هيبقى في رادس. طبعا لنا ايام جميلة مع رادس طبعا، والايام الجاية طبعا هتبقى جميلة وزي الفل، وعلى طول نبقى بنفرح كده في رادس. فان شاء الله يوم 18 الماتش الاول الاهلي مع الترجي في رادس، والماتش التاني يوم 25 هيبقى في القاهره. فبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي يفرحنا طبعا ويفرح الجمهور النادي الاهلي كله. والبطوله تبقى 12 طبعا، بطوله قاريه تبقى 12 في تاريخ النادي الاهلي. انجاز ما بعده انجاز طبعا. الانجاز ده عمر ما حد يقدر يوصل انجاز النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا نادي بطولات، ومعودنا على طول بطولات بطولات بطولات، الله اكبر، بطولات. فبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي البطوله الجايه. طبعا القنوات الناقله قناه بين سبورت طبعا هي اللي هتنقل مباراه الاهلي والترجي. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه الكوره مع الزنفولي. طبعا هقول لكم على كل جديد وحصري مش هتسمعوه غير في الكوره مع الزنفولي. طبعا في ماتشات كتير جايه، هقول لكم طبعا على مواعيد كل ماتشات النادي الاهلي في الدوري. اخبار حصريه مش هتسمعها غير في الكوره مع الزنفولي. مش هتتعب نفسك، دوس على زر الجرس هيجيلك كل جديد وانت قاعد عندك. طبعا الاهلي داخل برضه في صفقات كتير، طبعا عندي اخبار مهمه على الصفقات. فتابعونا ان شاء الله يا جماعه عشان يجيلكم كل جديد. واكتبوا لي برضو في الكومنت طبعا ايه اخبار النتيجه. إيه انت شايف نتيجه النادي الاهلي وفي هناك في رادس اول نتيجه تبقى ايه؟ قول لي نتيجه النادي الاهلي مع الترجي. وما تنساش الشير الجميل بتاعك واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.